ويلكم لسارة القاهري's بودكاست. النهارده في البودكاست بتاعتنا معايا a very special guest. هنتكلم على ازاي تفتحي الجولري بيزنس بتاعك، وازاي لو انت عايزه تطلعي بالمنتجات بتاعتك على امارات وعلى الجولف ريجن عامه، وايه هي احسن اوبشنز ليكي لما تيجي تطلعي ازوال. ازيك يا منى، عامله ايه الاخبار؟ ازيك، ايه الاخبار؟ الحمد لله. احكي لنا يا منى على البراند بتاعتك، اسمها ايه وابتديتي امتى؟ اوكي، ماي اون براند هو منى حمزه جولري، فاين جولري براند. بدات من 2011. يعني اتس ا لونج ستوري بس نحاول نختصرها حدوتة شويه. طويلة. قوي بصراحه. لان انا من قبل 2011 وانا كنت عايزه اما اخلص جامعه هو ده يبقى ماي اون بزنس. بدات العب بالماتيريالز واكتشفها لحد ما بدات في 2011. كنت فاكره ان اتس ا بروفيشنال واي وقتها، بس باي تايم يعني لا، ابتديت اتعلم حاجات اكتر لان انا ماي باك جراوند ارت اكتر من بزنس. اول لما بدات البراند في 2011 كنت بادئه از ان ارتست، عندي باشن للديزايننج. كنت لسه بتحكي لي كنت بدي ارتست قوي يعني. انا ارتست كنت قوي يعني، وفضلت مصممه على الايدنتيتي دي ان انا ديزاينر وانا ارتست. محدش يقول لي بقى انتربرينور وستارت ابس والكلام ده، سبيشالي ان الكلمات دي ما كانتش منتشره قوي في وقت مثلا 2011 2012. ما كانش مش سامعينها كتير كان يعني. اسمها unemployed يعني كده. حاجه تشتغلي ايه؟ انا بشتغل، تشتغليش يعني. ما تروحي تشوفي مستقبلك. اللي هو كان بالنسبه للناس انت تبقي موظفه في مكان وبتقبضي اخر الشهر، هو ده الشغل. بس تو ستارت حاجه ثانيه بنقعد نشرح انا بعمل كذا وكذا وكذا. فالموضوع كان تشالنجينج شويه، سبيشالي ان انا ما كنتش فاهمه بيزنس قوي. احكي لنا لو سمحتي الحته بتاعت عشان في ناس كتير هتحسي مش انا بس. احكي لنا عملتي ايه؟ مش عارفه نعيط الاول ولا نحكي، بس تمام. يعني زي ما كنت بقول انا كنت ارتست قوي، كنتش فاهمه بيزنس خالص. كنت انجوينج اللي انا بعمله. بعمل ديزاينز، ببيع، الحمد لله السكيل كان بيكبر بسرعه، في فلوس داخله في فلوس خارجه. فكنت ايه ده، في فلوس، ايه ده، الله، فلوس خارجه ذهب. يلا نسافر على طول، يلا مش عارف ايه، فلوس خلصت، طب يلا نعمل كولكشن جديد ونبيع. فكنت اي واز انجوينج اللي انا بعمله، بس ما كانش بلاند خالص. انا كنت فاكره ان ده كده بزنس، كنت بزنس اونر جامد جدا. بس الصراحه لا، ده ما كانش بس بزنس اي خالص. كل الناس عامه اللي بتبتدي بتبقى كده. انا ما كانش في يعني فلوسي هي فلوس الشغل. فدي حاجه اتعلمتها، انه ما فيش حاجه اسمها كده. فلوس الشغل حاجه تانية وبنطلع منها سالاريز. فباي تايم ابتديت اتعلم حاجات كتير قوي في البيزنس، ابتديت اخد ورك شوبس كتيره. المايند سيت نفسها حصل لها شيفتنج من ارتست لبزنس مايند سيت، انتربرينور قد الدنيا. انتربرينور. بس بصراحه بقيت بتبسط بالكلمه دي. يعني دلوقتي بقى باللي انا مريت بيه كله، اما حد يقول لي ورا انتربرينور تمام. لا، لان المايند سيت انتربرينور ونص حضرتك. المايند سيت اتغيرت من ان انا ارتست وبعمل حاجه عشان بحبها لبلاننج. بننزل كولكشن كل قد ايه، بنعمله برايسنج ازاي، بنماركت ليه ازاي. ففي بلان من قبليها. زمان كنت لا، يلا نعمل كولكشن دلوقتي وننزله دلوقتي وكده يعني. طبعا الحمد لله وقتها كان الموضوع بيبوم قوي وبيشتغل وبيكبر، بس البلاننج حاجه مهمه قوي. سبيشالي ان انا من اول ما بدات كان يعني على قد ما انا كنت فاكره ان ده بزنس، بس اكشلي هو كان الموضوع ماشي عشوائي شويه. على قد ما انا كان قدامي فيجن ان انا عايزه ابقى انترناشونال براند، عايزه اطلع بره مصر والبراند يبقى معروف. كنت بعمل ده بس ما كنتش عارفه انه الستبس اللي انا بعملها هتوصلني لده. كنتش مرتبه، خلينا نقول افكاري، او مرتبه، ما فيش بلاننج مظبوط. طيب احكي لي بقى منى، انت طلعتي دبي وبقيتي موجوده هناك في كذا كونسبت ستور وبتبيعي الحاجه بتاعتك هناك. احكي لي بقى ازاي عملتي كده. another long story. لا، لونج ستوريز كتيره معانا النهارده. انت كنت أنا عايشه هناك اصلا في الاول؟ لا، ما كنتش عايشه هناك خالص. أوكي. انا زي ما كنت بقول لك، انا كان في دماغي انا عايزه اكبر البراند. فبشوف ايه الستبس اللي قدامي اللي ممكن اعملها وبمشي فيها، ومن حاجه لحاجه. فانا كل اللي عملته ان انا سافرت هناك، قلت اكسبلور ايه اللي بيحصل، الناس دي بيعملوا ايفنت، بيبيعوا ازاي، الدنيا في الماركت عامله ازاي. فكنت بسافر اقعد شهر شهرين او 3 وابدا اكتشف الماركت ده شغال ازاي. فبدات اشوف هناك ايه ده، انا حاجتي فيتنج هنا ليه لا. يعني ده موجود وبيتباع، وطبعا اسعار كانت وقتها عاليه قوي وماتيريالز مختلفه تماما. ممكن اقول، مش عايزه اقول اقل او اعلى يعني، بس ممكن ان انا مثلا بستخدم بيور سيلفر وهو هناك مثلا حاجات معموله من بلاستيك مثلا او كده. قلت واي نوت ان انا اكون موجوده هنا. كنتش عارفه ببقى موجوده هنا ازاي. طبعا باي تايم ابتديت الف، اكتشف، اسال، ابعت ميلز. زمان مثلا ما كنتش بعرف ابعت ميلز خالص. كان بالنسبه لي ده بنابروتش الناس ازاي، هاو تو رايت ان ايميل. والله بجد انا اتخرجت بقيت انتربرينور من غير ما ابقى انتربرينور. فبتعملوا ايه يا جماعه، بتكلموا الناس ازاي؟ كان فعلا حقيقي في سكيلز كتير جدا ناقصاني، لان انا يعني كليتي we are focusing on art. و to be honest
كليه حاجه والماركت اصلا فور ان ارتست حاجه تانية. فكان حقيقي ناقصني سكيلز كتيره اتعلمتها، يعني هقدر اقول ان انا باي تايم او لوحدي او باي اكسبيرينس. فابتديت اشوف انا ايه اللي ماشي هناك اكتر، طب المكان ده بيبيع بكذا والمكان ده بيبيع شكل كذا فابتديت اذاكر الماركت، ابتديت اعمل ديلز خطوه جت ورا خطوه، ابتديت ابقى موجوده هناك اكتر وام فوكسنج على الماركت ده اكتر، لانه في نقدر نقول حاجتي ماتشنج اكتر مع جولف. فابتديت بسافر بقى شغلي ما بين هنا وهناك، ايفنتس بتحصل هناك بنزلها او بحضرها او كذا، ببقى متابعه الكالندر اكتر هناك عامله ازاي والماركت ماشي ازاي، الترندز اللي موجوده، كل الحاجات دي تو فيت ان ذا ماركت. فخلاص مينلي بقى البراند موجود هناك، وطبعا موجود في مصر كمان، يعني لان احنا الورك شوب موجوده هنا، الشغل بتاعنا هاند ميد كله بيطلع من هنا، وبنقدر نوصل لاي مكان، وموجودين بره مع كونسبت ستورز وفاشن ويب سايت. طيب انت ممكن تقولي ان انت البيع بيبقى احسن او اكتر في دبي عن مصر؟ ما فكرتيش؟ في ثانيه انا ماي اون براند هاز ا ديفرنت ايدنتيتي. ايه اللي انا بعمله او ايه الكونسبت اصلا بيهايند البراند ده من اول ما بداته؟ اولا الشغل كله هاند ميد، ام يوزنج سيلفر او جولد. طبعا الفتره اللي احنا فيها دي جولد بقى باي اوردر كمان عشان تشالنجز يعني اللي بنمر بيها. بس دي الماتيريالز كنت بستخدم كمان شواروفسكي كريستالز وبيور ستونز او بريشس ستونز، فاوريدي الكوست عالي كبرودكتس. الكونسبت بتاع الكولكشن ايه هو؟ ان انا بهايلايت اور اون ايدنتيتي. خلينا نقول ان مصر مهد الحضارات، يعني سينا غير سيوه مثلا، غير اسكندريه، غير القاهره نفسها، في اماكن كتير مختلفه. فاللي انا بعمله ان انا بسافر اكتشف الاماكن دي، وكل كولكشن بيكون انسبايرد بمكان من الاماكن دي، بالكالتشر بتاعه المكان ده، بالعادات والتقاليد بتاعتهم. فماي ايدنتيتي البراند بتاعي بيرفلكت ستوري، فالناس دايما وخصوصا اللي بره مصر بيبقوا انترستد في الستوري دي، لان مش كلهم عارفينها او سامعين عنها بالظبط. فذاتس واي اتس ماتشنج اكتر، لاني ام ريفلكتنج اور ايدنتيتي، ان احنا فعلا الكالتشر بتاعتنا والايدنتيتي بتاعنا غنيه جدا. بلس طبعا الكوست بالبرايسنج وكل ده، لانه الحاجات ممكن نقول سعرها عالي شويه، فاتس ماتشنج اكتر ان هي تتباع بره مصر. طيب انت شايفه يا منى دلوقتي انا لو عايزه ان انا افتح البيزنس بتاعي في الامارات فور اكزامبل، تعالي ناخد الامارات از ماركت، يعني ايه هي البيزنسز اللي انت بتبقي شايفه خلاص امتى اخد القرار ان انا اطلع بره؟ سؤال حلو. امتى بالظبط؟ خلينا نقول it's all about the mindset او البيزنس موديل نفسه. هل انا في الشغل بتاعي بصل لقدام، عندي لونج تيرم فيجن، شايفه البراند ده بيكسباند بره مصر، ولا الموديل بتاعي ان انا بحقق ريفينيو حالا وبنزل ايفنتس مثلا ببيع اونلاين فام ساتوريتد كده، انا خلاص اللي بيجي وعامله ماركت لنفسي هنا، اسمي مثلا يتعرف هنا فتمام. خلينا نقول ان المايند سيت اهم حاجه. انت شايفه البراند بتاعك او انت شايف البراند بتاعك يوصل لايه؟ لو اوريدي يو ونت تو اكسباند، فهنا بنبدا بقى نتكلم انت داخل انهي ماركت، لان يوروب غير جولف وهكذا. حتى جولف نفسها خلينا نقول دبي غير ابو ظبي، خلينا في الامارات، دبي حتى غير ابو ظبي، لطبيعه دبي نفسها مفتوحه على كل الجنسيات، فابو ظبي لا اكتر المواطنين موجودين بدايركشن مختلف. فبعد ما ننقل من المايند سيت بنبدا نشوف داخلين انهي ماركت، ونبدا نعمل ماركت ريسيرش. لازم ابقى مستوعبه كويس قوي ان انا لو انا معروفه هنا في مصر، انا لسه مش معروفه انا ولا حاجه بره مصر. ما انا يعني مش معروفه بره اللي هو فعلا ولا حاجه. دي ما تضايقش اي حد حقيقي. لا كلنا بنبتدي من الاول على طول. اتس فاكت ولازم اعرفها علشان ابني عليها. انا لو دخلت الماركت بان انا معروفه وجامده قوي في الماركت بتاعي، بس محدش عارفني بره، وخصوصا ماركت زي الامارات الكومبيتيتورز كتير قوي، لانه اوبن على كل العالم، في كل البراندز من اصغر حاجه لاكبر حاجه. احنا كده زي كويك ريكاب. انا لو عايزه اطلع بره، احسن حاجه ان انا اعملها في الاول ان انا الاقي ان انا بيخش لي دخل بغطي الكوست بتاعي في مصر، يبتدي خلاص يجي لي فوق الدخل ده، بدل ما اخد بروفيت في جيبي واروح اسافر دهب بيه او شرم الشيخ، اخد الفلوس دي بقى وابتدي خلاص تو ري انفست تو اكسباند تو ماركت تاني، صح كده مثلا؟ بس برضو اي ونت تو هايلايت جزء المايند سيت اصلا، ان انا اصلا عايزه اوبسلي عايزه اكبر البيزنس بتاعي وعايزه لان مش كل المودلز تبقى كده which is totally fine. اهم حاجه بس البراند اونر عارف هو عايز ايه. عشان في ناس مثلا مش بيكونسيدر ان هم يكبروا بره مصر، بس بيلاقوا كذا حد طلع بره فبيجت اكسايتد. فلا، من الاول يور فيجن عامله ازاي، انت عايز توصلي لايه او انت عايز توصل لايه، ونفوكس قوي على الايدنتيتي بتاعتنا واللونج تيرم فيجن. دونت جيت ديستراكتد كده بالناس بتعمل ايه. طيب انت لازم تبقي مسجله البيزنس بتاعك بره مصر
مصر علشان تقدري انت تحطي الحاجه بتاعتك في كونسبت ستورز في دبي او في كده وفي ولا إيه؟ according to نازله مع مين. لو حاجه كبيره ديبارتمنت ستور كبير you have to اوكي. لازم تبقي مسجله. لو حاجه صغيره مفيش مشكله، انا ممكن احط الحاجه بتاعتي من غير تسجيل. بالظبط اوكي. انا دلوقتي لو مش معايا لسه بادجت ان انا اسجل، مش عندي الكابابيلتي، ما اقدرش ان انا اسافر، ايه هو بقى الالترناتيفز بتاعتي؟ حلو قوي السؤال ده عشان كان بيتسال لي كتير قوي من زمان. I'm working now على initiative ان احنا we are supporting اللوكال براندز ان هم اصلا يدخلوا ماركت جديد ويكسبلور الماركت ده ويفضلوا موجودين فيه. لان انا من كتير قوي من اول ما دخلت الماركت هناك وطلعت بره مصر، فالناس بتسالني انت ازاي البراند دخل او ازاي بتبيعي هناك او كل ده. فانا تقريبا من 2016 I'm considering ازاي ممكن اساعد براندز تانية ان هم يخشوا هناك. طبعا التسجيل هناك زي ما قلتي كنت بتتكلمي مع حد فاكيد دخلت في ديتيلز، وهو الموضوع يعني complicated على حد من بره لسه من بره مش عارف اي حاجه في الماركت، واتس كوست برضو ان حد يحط فلوسه ويبدا ينفست. طب بعد ما سجلت هعمل ايه يعني انا لما سجلت في الاول سجلت، وكمان كنت لازم اقعد هناك فتره حلوه في الفتره بتاعه التسجيل وكل الكلام ده علشان تبتدي انت تو انيشيت، وبعدها بقى بتحتاجي تروحي هناك تجيبي كلاينتس ولفه طويله. فمش كل الناس عندها الوقت والبادجت كمان لحاجه زي كده طبعا. فديفنتلي الانيشيتيف دوت بيكون خطير. قولي لي بقى انت بتعملي لي ايه؟ بتنزليني بازار، بتنزلي كونسبت ستور، ايه اللي بيحصل؟ اوكي خليني اقول لك يعني اكسكلوسيفلي اكسكلوسيف كونتنت يا جماعه عندنا في البودكاست. more details about يعني الانيشيتيف دي. البروجكت ذا ديزاينرز هاب، mainly ذا ديزاينرز هاب احنا عملناه لانشنج السنه اللي فاتت في دبي اوريدي. اخدنا براندز وطلعنا ايفنت ماركت اوتسايد ذا بوكس في دبي. ايه اللي احنا بنعمله او ايه الانيشيتيف دي؟ انا اوريدي بداتها زي ما قلت لك ان انا كنت بتسال كتير انت بتطلعي بره ازاي، وباراليل لده انا بدات ماي اون بزنس فروم سكراتش. فانا مريت بتشالنجز كتير جدا عارفة جدا كل جدا حاجة جدا اي حد بيمر بيه بالظبط، لاني بدات من غير راس مال اصلا. يعني خليني اقول في سنه 2007 اول فلوس جبت بيها رو ماتيريالز الرقم ما حدش هيتخيله 72 جنيه ونص. فانا حقيقي ما كنتش فاهمه ان ده راس مال اصلا. هي فلوس معايا وانا بتمشى ولقيت حاجات وجبتها، بس المبلغ حقيقي 72 جنيه ونص. وباي ذا واي يعني وانا سايد نوت عندي نوت بوك كده من 2007 و2008 كاتبه بقى الكوست هيستوري البراند والله وسايباهم. لان ده يعني اما بشوف انا وصلت لايه وافتح النوت بوك دي بحس ايه ده ام سو براود في لحظات كده ما بتبقي داون فيها. يعني دي اون سايد نوت يعني. فانا اي نو التشالنجز كلها، وانا بدات كل حاجه كمان بره فروم سكراتش. انا كنت بنزل الف واسال واكتشف، كنتش فاهمه اي حاجه. فاللي احنا بنعمله ان احنا we are supporting the brands to explore new markets kind of service. It's not only bazaars، لا احنا بناخد البراند بندخله الماركت الجديد. عامه اي ماركت، بس we are focusing on Gulf and we have a connections we have network، عندنا بيز كويس قوي نشتغل عليه هناك. بنساعدهم ازاي؟ ان احنا بننزل two kinds of events B2B و B2C. اوكي. بي تو بي يعني بزنس لبزنس، تنزلي محلات وهكذا. بي تو سي اللي هو الكلاينت بيجي يشتري منك دايركتلي على طول. بالظبط كده. والبي تو بي نوعين. البي تو بي زي ما ساره قالت هو بتوصلي للباير بيشتري منك، وفي طبعا انواع كتير قوي من كونسبت ستور بقى، محلات، هول سيل وات ايفر. يعني في انواع كتيره طبعا. وفي براندز اي ثينك هنا كتير اوريدي شغالين بي تو بي بيشتغلوا مع كونسبت ستورز. يعني احنا بننزل يا اما فاشن شوز يا اما بننزل اكزيبيشن مقفول على البايرز. فعندنا تو كايندز اوف ايفنتس للبي تو بي. الفاشن شو بسيجمنت مختلف. فور اكزامبل مثلا الفاشن شوز اوريدي مضينا مع Arab Fashion Council to be responsible for the whole Egyptian designers يبقوا part of Arab Fashion Week. It's a totally different segment. It's not a concept store كذا، لا it's a fashion show, it's a catwalk. البي تو بي النوع الثاني بيبقى مقفول على الاكزيبيتورز والبايرز، بيبقى فيه اكتر مثلا من 30,000 باير موجود a very big names في الماركت. ده البي تو بي. ليه؟ علشان ريتش اوت البايرز فالبراند يفضل موجود في الماركت على طول. البي تو سي ده زي برضو ما قلتي احنا بنوصل للاند يوزر، بنوصل للكلاينت اللي بيجي يدفع فلوس حالا ويعمل دايركت سيلز. بالظبط. فليه بنوصل لده وليه بنوصل لده؟ عشان نساعد البراند يخش الماركت، ياخد فيدباك اون جراوند هو ماتشنج مع الماركت ده ولا لا، البرايسز، الديزاينز، كل حاجه. وانت بتساعديني احط البرايسز ازاي حسب السوق، بتساعديني اجيب ماتيريالز منين، تقولي لي الماتيريال دي تنفع في السوق دوت. اتس ا كايند اوف سيرفيس. اور سيرفيس ان احنا بنوصل البراندز للبايرز وفي نفس الوقت بنوصلهم للاند يوزر. البايرز عشان يفضلوا موجودين في الماركت على طول، لانه لو الناس في الماركت حابين البرودكت ده مطلوب في الماركت فالناس تبدا تسال طب نجيبه منين بعد كده، فيفضلوا موجودين في الماركت ثرو البايرز. وبنوصل للاند يوزر
اللي هو بيحصل دايركت سيلز على طول بيشتري وبناخد منه انسايتس البراند ده اسعاره كويسه، ديزاينز ماتشنج مع الماركت ولا لا، فده بيسبورت البراند نفسه يعرف هو ماتشنج ازاي في الماركت، فيتنج ولا لا، ولا تحفة. محتاج اشتغل على حاجه جديده. بتساعديني كمان اختار الماركت، تقولي لي بالظبط دوت كده. احسن ليكي عن ده. This is our edge ان احنا وي نو الايفنتس اللي بتحصل في الماركت، بنقول ايه الاوبجكتيف من الايفنت ده وايه الاوبجكتيف من الايفنت ده، ونبقى موجودين هنا ليه وهنا ليه. فبصراحه البراندز لو انت براند جديده او بزنس اونر ولسه داخله الماركت، الموضوع ده تشالنجينج جدا. يعني خلينا نرجع خطوه لورا ونقول انت خلاص يو هاف البادجت ان انت تاسسي شركه واسستيها ووصلتي هناك، بسم الله الرحمن الرحيم هعمل ايه؟ انزل في ده ولا في ده، ومش عايزه تخسري الكاش اللي معاكي. فذيس از اور ادج، وي نو ذا ماركت وعارفين ايه الايفنتس اللي نشتغل فيها. دي اول حاجه. تاني حاجه انا بديكي انسايتس، انا بشتغل معاكي. الناس بتقلق انا لازم ابقى واقفه على حاجتي. احنا بنذاكر البراند مع، يعني بنذاكر الكونسيبت بتاع البراند مع البراند اونرز، نبقى حافظين ده هاند ميد، ده امبرودري مثلا، ده بيتصنع في سيوه، ده كذا. يعني معانا براندز شغلهم بيتصنع ما بين سينا وما بين سيوه، وبيسبورت اسر منتجه والحاجات دي كلها. فوي نو ذي ستوري وعارفين الكاباسيتي بتاعتهم بيطلعوا برودكشن قد ايه، عشان احنا بنريبريزنت البراند. احنا بره كانها بتاعتك، كانها بالظبط البراند كده. بتاعتك قدام. سبيشالي ان انا بيرسونلي يعني اي هاف ماي اون براند، فيهمني قوي فكره البراندنج، يهمني قوي فكره اني بنقل ستوري، مش بس دي برودكتس بتتباع. وخليني اقول ان ده ادج تاني لينا، ان احنا يهمنا نعكس ده للناس ازاي. مش حاطه برودكتس واللي يتباع يتباع وخلاص، لاني اتس نوت اور موديل الدايركت سيلز، اور موديل اكسباندنج للبزنس بتاع البراندز اللي معايا. ومن قبل الايفنت بندي تريننج اراوند 3 دايز عشان نسبورت البرايسنج بيحصل ازاي، هاو تو فيت الماركت، هاو تو بلان. لاني برضه هنرجع لسؤال سالناه من شويه، لو حد عايز يوصل لبره المايند سيت بتاعته مهمه قوي. هو فعلا عايز يكبر بره ولا تحمس عشان لقى ناس كتير بتطلع بره؟ طب هو فيتنج فعلا بره ولا لا؟ لان دي حته مهمه قوي، عشان مهم البراند يبقى عارف وانا بانفست اتس ا لونج تيرم انفست، مش من اول مره هبوم. طب عندي بقى سؤال ليكي مهم جدا في الحته دي. اوكي. انا دلوقتي لو جولري براند ينفع اطلع، لو انا فاشن براند ينفع اطلع، طب لو انا عندي سكين كير براند مثلا شغاله في مصر، بحتاج ان انا اعمل ريجستريشن هناك للحاجه بتاعتي ولا بتعملي لي ايه؟ وي ويل سبورت ذس بارت. احنا فكرتنا زي ما قلت لك اتس كايند اوف سيرفيس، بنشوف ايه التشالنجز اللي البراند محتاجاها وبنشتغل عليها. اوكي. يعني بنمشي معاهم خطوه بخطوه. انت هتقولي لي انا عندي مشاكل في الشحن مثلا، هقول لك اي ويل سبورت يو ثرو كذا وكذا وكذا. هتقولي لي انا مش عارفه اعمل برايسنج، هناخد التريننج عشان تعرفي تعملي برايسنج. ايه طب انا سكين كير مثلا وكده، ده بيخش الماركت ازاي؟ هقول لك ثرو كذا وكذا وكذا. لان احنا هناك، احنا حتى باي تايم وانت اون بورد معانا عايزه تسجلي هناك، وي ويل سبورت ان انت تسجلي شركتك هناك. اتس اول اباوت ذا سيرفيس وي ار بروفايدنج للبراندز. سيرفيس خطيره يعني، Thank بجد you. خطيره. لا Thank you بجد so it's much. absolutely excellent. يعني ماركت فيري رايب هناك، لسه حلو، تقدري تبيعي فيه حلو جدا، واي حد هيبقى طبعا عايز يطلع يعني. بالظبط كده. that's why we are focusing على السيرفيس دي. it's the time. في براندز حقيقي خلاص they are doing well هنا في الماركت، معروفين. النكست ستيب يطلعوا بره. طب اسالك سؤال بقى في الحته دي. دلوقتي احنا بنتكلم على البراندز، قلنا ان انت عندك سكين كير براند، عندك هدوم، عندك وات ايفر اكسسوارز. طيب لو انا بقى بقدم سيرفيس، انا دكتوره تغذيه، انا هيلث كوتش، هتعرفي تساعديني؟ خليني اقول السؤال ده اول مره تسالوه، ف we can consider this part how to support. يعني خلينا نقول ان احنا ممكن ناخد فيدباك من اي حد عنده سيرفيس بيقدمها، عايز يخش الماركت ده ليه وازاي وعايز يكبر ازاي. we will consider this to support him او her. يعني لان احنا دي سيرفيس، فممكن نكستمايز على حسب مين اللي طالع. completely customizable، تعرفي تعمليها لكل الناس. بالظبط كده. لا وكمان I think ان اصعب حاجه في اي سوق جديد ان انت تخشي الماركت وتفهمي اروح فين، اعمل ايه، اسجل منين. يعني this is beyond، عشان I have a personal experience فيها. الموضوع متعب وبياخد سنين عشان بس تسجلي شركه صح. ولا تعملي ورقه. انت بتدرسي كميه حاجات وبتسالي ناس ومحاسب ومحامي وحد يقول لك حاجه يروح التاني يقول لك حاجه تانية، فتقعدوا طب بس هو اتس ايزي لو انت يو هاف النتورك والكونكشنز وعارفه تروحي فين تعملي. بس ما حدش بيبتدي عنده ده. ما ده اللي انا كنت لسه هقوله. انت بقى بتديهم دي، بديله دي. خد بقى يا باشا. this is really our edge. ان انا يعني a lot of value. يعني انت مش انت you're giving البونبونايه بتاعتنا. فلا this is يعني this is amazing. طيب انا لو عايزه اتواصل معاكي يا منى بكلمكم ازاي؟ ممكن على اكونت ذا ديزاينرز هاب، سند دي ام، واحنا بنرد بكل الديتيلز وبنسيت ميتينجز وبنظبط كل حاجه مع. اوكي انا هسيب لكم اللينك تحت طبعا في الديسكربشن بتاعه البودكاست، ممكن تخشوا على الانستجرام وتخشوا تتواصلوا معاهم على طول، ولو انتوا على اليوتيوب برضه هسيبه لكم كده يعني. يلا هعديها واسيبها لكم. اوكي طيب انت دلوقتي عندك اي نصايح لاي حد عايز يفتح البيزنس بتاعه بره مصر؟ ايه كده كويك كده سؤال
ممكن اقول اول حاجه flexibility. يعني هي كلمه واسعه شويه بس حقيقي you have to accept الربح والخساره. دي حاجه مهمه قوي لانه انا لما بدات اخش الماركت هناك ما كنتش بكسب، ما حدش عارفني لسه طبيعي. وانا مش عارفه يعني برضو خليني اقول انا دلوقتي بدي سيرفيس ادج معين، بس انا زمان ما كنتش ما حدش مديني اي حاجه، انا بنزل اشوف ايه اللي بيحصل وقعدت فتره كبيره قوي مش بكسب. فالمايند سيت لازم يبقى فلكسبل ان انا داخله حاجه جديده ولازم اكسبت الخساره قبل الربح، لازم اكسبت الخساره اتعلمت منها ايه او اتعلم منها ايه لو انا فعلا عايزه اوصل لحاجه. ما ينفعش من اول مره خسرت في حاجه ابدا ابانيك وارجع ورا. بتهيألي اي بزنس اونر مر بده في مصر حتى مش بره مصر. افريج بتاخد وقت قد ايه عشان في ماركت زي ده انطلق؟ بصي هو it depends على الكايند اوف برودكت والبرايسز وفي حاجات عوامل كتير قوي، بس احنا مثلا ايه اللي احنا بنعمله؟ بندي سايكل 3 شهور. 3 شهور البراند بينزل معانا اون جراوند، بينزل في ايفنت كبير، بعد كده بيبقى موجود على اي كوميرس، اكبر اي كوميرس موجود في جولف موجود عليه، موجود في وير هاوس هناك يقدر حاجته تتشحن انترنالي في جولف يوصل لكل الناس. بنسبورت في الماركتنج اون سوشيال ميديا واون جراوند. فالسايكل الثلاث شهور دي هتدي اول بوش للبراند، هتدي انسايتس كتيره قوي للبراند. اذا كان ممكن يبقى البرودكت بتاعته كلها مش كلها شغاله لاين او كام برودكت بس، فيبدا يطور في الكام برودكت دول اللي فيتنج والباقي مش فيتنج. طب برايسز، طيب كل ده بيساعد البراند انه يخش اول طلعه حتى لو احنا ما بقيناش موجودين، فانت تقدر تكمل لان اخدت انسايتس وعملت اول ماركتنج وبومينج ليك في الماركت. عرفتي يعني فهمتي حطيتي رجلك ازاي، فاهمه قصدي؟ حطيتي رجلك في الموضوع. حتى بعديها لو انت خلاص لقيتي ان انت ماتشنج وعايزه تنفست اكتر وكل ده وعايزه تاسسي وكل ده، وي ويل سبورت يو في تاسسي الشركه وتعملي ايه هناك وكل ده. لو عايزه تكملي معانا ولقيتي ان الموضوع اسهل لك كتير ثرو حد، لان احنا خلينا نقول ادج عندنا ان هو اسهل صراحه. يعني لو بتسالوه هو اسهل لو حد عنده اي سؤال هو اسهل. يعني اور ادج ان انتوا بتفضلوا موجودين في مصر، احنا بنسافر وبنهندل كل حاجه. فانتي فوكس اون يور بزنس هنا، تشتغلي على البرودكتس بتاعك وتشتغلي على الكواليتي وتفوكس هنا وانتي هنا، واحنا بنسبورت من بره. وقت حسيتي ان انتي خلاص كفايه انا عايزه اكمل انا لوحدي، ويل ديفينتلي ويل سبورت يو، لان ذس وتسافري بقى لو ونسافر كلنا ونتبسط هناك ونعمل شوبينج ونرجع ونخلص فلوسنا. ايوه. اوكي بجد ثانك يو سو ماتش فور ذا لافلي بودكاست. يعني اتس فيري فروتفول. كمان اظن الناس كتيره ما كانتش متخيله ان هي ممكن تفتح بزنس بتاعها هناك، تطلع البرودكتس بتاعتها بره، نبتدي ان احنا نجيب فلوس من بره ندخلها في البلد هنا. كل ده يعني احنا we definitely need to do this. عايزين نشجع البلد وكمان تكبري البزنس بتاعك وتبتدي ان انت to grow as a business owner. thank you so much يا منى for the lovely podcast. again لو حد عايز يتواصل مع منى عايزاها تساعدك ابعتي لها تحت، اسيب الانستجرام اكونت بتاعها تحت. ما تنسيش ان انت ممكن انت لما تتفرجي على البودكاست وتسمعي البودكاست دي تعملي لي تاج على الانستجرام، هتكوني فيتشرد عندي في الاكونت. اعملي سبسكرايب واعملي لو سمحتي ريتنج 5 ستارز، 4 مش عايزين، هم 5. شكرا ميرسي جدا. اوكي اشوفك ان شاء الله في البودكاست الجايه. have an awesome day.